إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. غدا يوم التروية في 8 من شهر ذي الحجة، ويقضي الحجاج هذا اليوم الفضيل في منى، وهو المكان الأول الذي يقضي به الحجاج أول أيام الحج قبل الصعود إلى جبل عرفات. وسمي يوم التروية بهذا الاسم نسبة إلى التروي من مياه منى ليوم عرفة، حيث كانت منى تعرف بمياهها القليلة، فالناس يجتمعون حتى يرتوون من هذا الماء لما بعده من أيام عظيمة ستقابلهم من يوم عرفة ويوم النحر. يتأهب الحجاج في يوم التروية في منى بالتروي من الأدعية والأذكار والتلبية تجهيزا للوقوف بين يدي المولى الحق في يوم عرفة. لذلك يوم التروية هو يوم التروي الذي فيه يتروى الحجاج من أمرهم قبل التوجه إلى جبل عرفات. فالتروي هو التمهل والاستعداد لليوم الأعظم
من أركان الإسلام. يوم عرفة ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم علينا به النعمة، وأنزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، يوم عرفة الذي هو أساس الحج وركنه العظيم، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. يوم عرفة الذي تغفر فيه الزلات وتكفر فيه السيئات ويعتق الله سبحانه فيه عباده من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا طاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. عباد الله، يشرع فيه للحجاج كثرة الدعاء وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما من لم يكن حاجا فإنه يشرع له صيام يوم عرفة، ففي ذلك الأجر العظيم. فقد قال عندما سئل عن صيام يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. عباد الله، والصيام في عرفة وغيرها له أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعده الله من جهنم مسيرة 70 خريفا. ويشرع في يوم عرفة التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، ولقد بقي من هذه الأيام المباركة يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله سبحانه. رفع الله قدره وأعلى ذكره وأقسم به في كتابه الكريم وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. فيه ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى ويفرح المسلمون به في شتى بقاع الأرض. وفي هذا اليوم العظيم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح ضحاياهم اتباعا لسنة الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. عباد الله، فالأضاحي شعيرة عظيمة وسنة قويمة قد ورد الفضل العظيم لمن أحياها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفسا. عباد الله، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط بها لمن كان مستطيعا، فقال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. واعلموا عباد الله أن للأضاحي شروطا وأحكاما لا بد أن تستكملها حتى تكون مقبولة تامة. فمن شروط الأضاحي أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فمن الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن المعز ما تم له 1 سنة كاملة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. عباد الله،
ومن شروط الأضاحي أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 4 لا تجزي في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تلقي. ومعنى العجفاء أي الهزيلة التي لا مهم فيها. ويقاس على هذه العيوب ما كان مساويا لها أو أعظم منها، مثل مقطوعة الرجل والعمياء. ومن شروط الأضاحي عباد الله أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويمتد وقت ذبح الأضحية إلى غياب الشمس من ثالث أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وعلى هذا فيكون وقت ذبح الأضحية 4 أيام: يوم العيد و3 أيام بعده، وهي أيام التشريق. عباد الله، والأفضل أن تذبح نهارا، ويجوز ذبحها ليلا، وتجزئ الشاة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته. وأما الإبل والبقر فتجزئ عن 7 أشخاص. وينبغي للمسلم أن يختار الأكمل من الأضاحي في جميع صفاتها، وأن تكون من مال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن آداب الأضاحي أيضا عباد الله التي ينبغي للمسلم أن يراعيها عند ذبح أضحيته: التسمية والتكبير عند الذبح، والإحسان بالذبح بحد الشفرة وراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة. والأفضل في توزيع الأضاحي أن تكون 3: يأكل الثلث، ويتصدق بثلث، ويهدي ثلث. عباد الله، ولكن في قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فلن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤها ولكن ترفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى والإخلاص، ما أريد به وجه الله سبحانه. يقول الشيخ سلمان العودة يقول: ولعل من الأشياء المهمة جدا أن الناس دائما يتبارون في الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة لا شك أنها مطلوبة، لكن ينبغي أن يعرف أن المقصود في الأعمال الظاهرة هو التأثير على القلب. ولهذا أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه في هذه العشرة أن يجدها الإنسان فرصة لتصفية القلب، فحسنات القلوب أهم من حسنات الجوارح، وهي الأصل أيضا لحسنات الجوارح. وكذلك على النقيض سيئات القلوب أعظم من سيئات الجوارح، وهي الأصل لسيئات الجوارح. فكل شيء في الظاهر له رصيد في الباطن من خير أو شر. قال الشيخ الجزعي معلقا على هذه الآية: فالعبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يضرجون البيت ببناء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك، فنزلت الآية السابقة التي ذكرناها سلفا. وقال ابن عيسى: لن يقبل لحومها ولا دماؤها ولكن يصل إليه التقوى منكم، أي ما أريد به وجهه، فذلك الذي يقبله الله سبحانه ويرفعه إليه ويسمعه ويثاب عليه. ومن الحديث أيضا: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عباد الله، وهذه الآية جاءت في سورة الحج التي ابتداها الله سبحانه بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فبدأت الوصية بتقوى الله، فلا تحرموا أنفسكم ثواب الله وأجره في هذه الأيام المباركة، فاستكثروا من الطاعات والأعمال الصالحة
واسألوا الله القبول والتمام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، بعد أيام قليلة تحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، جعله الله يوم نصر وعزة للإسلام والمسلمين. واعلموا عباد الله أن للعيد آدابا وأحكاما ينبغي للمسلم أن يراعيها ويتأدب بها، منها المحافظة على صلاة العيد مع الجماعة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها، ولازم النبي عليها ولم يتركها في عيد من الأعياد، حتى أمر النساء والعواتق والفتور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ولا يفرط فيها، فيشهد الصلاة والخير ودعوة المسلمين. ومن آداب العيد أيضا عباد الله أن يخرج إلى صلاة العيد على أحسن هيئة، متطيبا لابسا أحسن الثياب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب العيد أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا، ويخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. ومن آداب العيد أيضا عباد الله أن يكثر من التكبير في يوم العيد. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان الناس يكبرون بالعيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. عباد الله، ومن آداب عيد الأضحى خاصة أن لا يأكل شيئا حتى يصلي العيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم أي يأكل، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ومن آداب العيد عباد الله صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأصدقاء، فإن صلة الأرحام من أجل الأعمال وأفضلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال: من زار أخا له في الله قيل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. وينبغي للمسلم عباد الله وهو يعيش فرحة العيد مع أهله وأقربائه أن لا ينسى اليتامى والمساكين الذين في بلادنا يقتلون، يجب أن يضعهم في قلبه ويتذكرهم ولا ينساهم، وأن يساعدهم بما يستطيع. فقد فقدوا حنان الأبوة وعطفها، فيضع اليتامى ويعطف على المسكين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ألا وصلوا على النبي المصطفى والحبيب المرتضى، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها 10. عباد الله، اللهم صل على محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد الجهلة والمشركين. اللهم إننا في بلد لا يعرف فيه أغلب المسلمين من الإسلام إلا اسمه ولا من
اللهم ارفع عن شبابنا وأهلنا في هذا البلد البلاء، واجعلنا اللهم آمنين مطمئنين وسائر المسلمين. اللهم ارزقنا القناعة بما آتيتنا ورزقنا، اللهم واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بيض يوم العرض وجوهنا وثقل موازيننا وكن على الصراط أنيسنا. اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الممات. يا رب الأرض والسماوات، يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، ارحم ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا في الشام والعراق واليمن وليبيا وفلسطين والبورما وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن لك عبادا قد ظلموا في كل مكان. في الشام طال بهم البلاء واشتدت عليهم المصائب وتكالبت عليهم الأمم وخذلهم إخوانهم في الدين. إلهي وأنت علام الغيوب، قد استحلت دماؤهم وأعراضهم وأموالهم وفقدوا الأهل والمسكن والملبس والمأمن، ولم يبق لهم إلا رحمتك التي لا تنقضي والتي وسعت كل شيء. اللهم أنت أرحم الراحمين فارحمهم، أنت أرحم الراحمين فكن لهم، إنهم ضلوا فهدهم ووحد كلمتهم على الحق المبين، وانصر بها على كل من عاداهم، وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشفي مرضاهم واطعم جوعاهم واستر أعراضهم وصبر ثكلاهم وثبت قلوبهم على الإيمان وأيدهم بنصر مؤزر من عندك. اللهم يا أمل التائبين ويا رجاء المذنبين ويا أمان الخائفين ويا ناصر المظلومين ويا قاسم الجبارين، لا تحرمنا فضلك. أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده وأعوانه فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشف قلوبنا بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم صوت عذاب هم جميع الطغاة يا الله يا ملك يا جبار. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إننا نعلم أن الدعاء وحده لا يكفي، وأن النصر لا يكون إلا بالعمل والدعاء معا، فاغفر اللهم لنا. اللهم إن أمتنا نائمة في سباتها، وإن الأعداء قد أحاطوا بها واشتدت شوكتهم وغلبتهم علينا. اللهم أيقظ أمتنا. اللهم إنك عليم حليم فلا تعذبنا مع الجبناء المتخاذلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين من كل ذنب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخواني، صلاة العيد في جنوب الساعة 7:15، وسعر الأضحية 120 يورو لمن أراد التضحية، وهناك مقال عليها في هذا المسجد. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وأقيموا الصف الأول بالأول.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Cheers.